السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله خميس من تكنو اب. موضوع النهارده ان شاء الله هيتكلم عن مقارنة بين اليو اس بي الاصدار الثاني واليو اس بي الاصدار الثالث. مقدمة: ما هو اليو اس بي؟ اليو اس بي هو نظام نقل البيانات العالمي المتسلسل او اليونيفرسال سيريال باس. هو صناعة قياسية تطورت في منتصف التسعينات، اللي بيها تم تعريف الكابلات، التوصيلات، بروتوكولات التواصل اللي تم استخدامها في التواصل وتزويد الطاقة بين الحاسبات والأجهزة الإلكترونية. والآن حتى الأجهزة زي السمارت فونز، الهواتف الذكية، البي دي ايز، المساعدات الشخصية، أو الفيديو جيم كونسولز أو أجهزة ألعاب الفيديو، يتم توصيلها بأجهزة الحاسب عن طريق فتحات اليو اس بي، مما يسمح إعادة الشحن والتواصل. ودوت أعطانا ميزة اللي احنا نقدر نستغنى عن متطلبات زي الشواحن ومحولات الطاقة. النقطة التانية: نبذة عن اليو اس بي 3. اليو اس بي 3 هو الإصدار الأخير من اليو اس بي، بيقدم سرعة أفضل وكفاءة أفضل في إدارة الطاقة من اليو اس بي 2. اليو اس بي 3 متوافق عكسي مع اليو اس بي 2. يعني ايه متوافق عكسي؟ يعني ينفع اليو اس بي 2 يتحط في فتحة يو اس بي 3 ديفايس يتحط في فتحة يو اس بي 2، أو يو اس بي 2 ديفايس يتحط في فتحة يو اس بي 3. بس هيكون في نقطة اللي هو سرعات نقل البيانات هتكون محددة بمستوى سرعات اليو اس بي 2 عند التوصيل المختلط. تم إطلاق اليو اس بي 3 في نوفمبر 2008، تقريبا بعد 8 سنين من إطلاق اليو اس بي. جدول المقارنة هنبتدي ب مدلول الحروف الأولية، سواء في اليو اس بي الإصدار الثاني أو اليو اس بي الإصدار الثالث، هو يونيفرسال سيريال باس. وزي ما انتم شايفين في اللوجو بتاع اليو اس بي 3 هنلاقي فيه سهم احمر رايح سهم ازرق جاي، هنعرف ليه. ومكتوب على اليو اس بي 2 لوجو هاي سبيد، اما اللوجو بتاع اليو اس بي 3 سوبر سبيد. تاريخ الاطلاق: يو اس بي 2 في ابريل 2000، واليو اس بي 3 نوفمبر 2008. السرعة: اعلى سرعة هي 400 وصل ليها اليو اس بي 2 هو 480 ميجا بايت لكل ثانية. اما اليو اس بي 3 نظريا هو اسرع ب10 مرات من اليو اس بي 2، تقريبا 4.8 جيجا بايت لكل ثانية. طريقة التراسل: في اليو اس بي 2 هو بيعمل حاجة من حاجتين، اما ان ترسل او تستقبل. بالنسبة لليو اس بي 3 ترسل وتستقبل في نفس الوقت، دوت اللي احنا فهمناه من اللوجو بتاعه. عشان كده بنقول على اليو اس بي 2 هاف دوبلكس، اليو اس بي 3 فول دوبلكس. السعر: لو اخدنا نفس الجهاز بنفس المواصفات من يو اس بي 2 هنلاقيه ارخص منه، من اليو اس بي 3 هنلاقيه اغلى. استهلاك الطاقة: يو اس بي 2 يصل الى 500 ملي امبير، اما اليو اس بي 3 يصل الى 900 ملي امبير، ويسمح بكفاءة احسن للطاقة عند حالات السكون لما النظام بيكون ايدل، وبيشغل اجهزة اكتر. لو كان في يو سي بي هاب، اليو سي بي 3 بيشغل اجهزة اكتر. عدد الاسلاك في الكابل هنلاقيه في اليو سي بي 2 4، واليو سي بي 3 هنلاقيه 9، وده بيوضح كمية نقل البيانات في المرة الواحدة بيكون اكتر. قياس ايه في الموصلات؟ هنعرف يعني ايه قياس ايه. بنلاقيه في اليو سي بي 2 رمادي اللون، في اليو سي بي 3 ازرق اللون. قياس بي في الموصلات هنلاقيه اصغر في المساحة. اليو سي بي 3 عليه مساحة اكبر لاسلاك اكتر عشان يمرر داتا اكتر. اكبر طول للسلك في اليو سي بي 2 هنلاقيه 5 امتار، اما في اليو سي بي 3 هنلاقيه 3 امتار. الاشكال القياسية لليو اس بي زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا، هنلاقي اليو اس بي تايب A مشابه كتير لليو اس بي تايب 3، بس اللون بيختلف. وغير كده كمان بنلاقي عدد البنات دي بيكون اكتر، اللي بينقل داتا اكتر. في اليو اس بي 3 هنلاقيه ازرق، في اليو اس بي 2 هنلاقيه رمادي او رصاصي. دوت التايب A. اما التايب B اللي هو متعارف عليه عند الناس بالطبع، مفيش حاجه اسمها كابل الطبع او كابل خاص بالطبع، انما هو فيرجن من الاشكال القياسيه لليو اس بي، وبيبقى ده شكله اللي هو مشابه للكابل الناس بتقول عليه كابل الطبع. اما بالنسبه لليو اس بي 3 بيبقى ده شكله بتبقى اكبر شويه عشان ينقل داتا، بيبقى فيه اسلاك اكتر وينقل داتا اكتر. الميكرو يو اس بي اللي هو التايب بي اللي هو ميكرو بي، دوت اللي هو الناس اللي عندها سمارت فون او تابلت بتبقى
عارفة الكابل دوت اللي هو نسخة مصغرة من اليو اس بي بيشحن بيه او ينقل بيه داتا. اما الميكرو يو اس بي او الميكرو بي في فيرجن التالت بيبقى ده شكله، ودوت الناس اللي عندها اكسترنال هارد بيوصلوا بيو اس بي بيبقى ده الشكل بتاعه. وغير كده في ميني يو اس بي او تايب ايه اللي هو الناس بتقول عليه 5 بن. نخلي بالنا جدا من الاشكال اللي احنا عايزينها اللي تناسب الاجهزه اللي احنا عايزين نربطها بين الجهاز الحاسب الآلي. وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتتكلم عن موضوع مقارنة بين يو اس بي الاصدار الثاني واليو اس بي الاصدار الثالث. نشكركم لحسن استماعكم، وان شاء الله نقابلكم في الحلقة الجاية. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتشيروا الفيديو. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.